السلام عليكم دفعة تانية ثانوي. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على أول ليسون في أول شابتر في الترم التاني عندنا في 3 شباتر. أول شابتر هكلمك على ال type of bonds. تاني شابتر هكلمك على two groups من الجروبس بتاعة ال periodic table. وآخر شابتر معانا هنتكلم عن nuclear chemistry. إن شاء الله الدنيا هتكون لطيفة. تعالوا نتكلم على أول درس معانا في الترم ده، وهو بعنوان chemical combination. طيب هكلمك على ايه فيه. اول حاجه خالص هفكرك ان انت عندك اكتر حاجه ستيبل موجوده في البريدكت تيبل هم النوبل جازز. جميل. تعال نفتكرهم مع بعض. هم مين؟ اللي هو الهيليوم والنيون والارجون والكريبتون والزينون والرادون. الستة دول هم النوبل جازز، ودول هم الموست ستيبل كومباوندز in البريدكت تيبل. حتى لو احنا فاكرين ده ما كانوش بيخشوا في اي رياكشن اصلا. يعني ما تنفعش تعمل ايون، ولا هتعمل لا بوزيتيف ايون ولا نيجاتيف ايون، ولا هيعمل لوس ولا جين ولا هيعمل اي حاجه. هو ستيبل، هو زي الفل وكده وتمام. طيب وبعدين باقي الاليمنتس الموجوده في البريدكت تيبل كلهم بيحاولوا يوصلوا لنفس الكونفيجريشن بتاعهم. طيب ازاي يعرفوا يوصلوا له؟ قالك ممكن يوصلوا بحاجه من ثلاثه، يا اما يعملوا لوس يا اما جين يا اما شيرنج الالكترونز. يبقى معنى كده ان باقي الاليمنتس كلها بتحاول توصل لنفس التوزيع بتاع النوبل جازز. ازاي يوصلوا له؟ عن طريق انهم يعملوا لوس او جين او شينج الالكترون. جميل جميل. زي ايه؟ زي مثلا عندك الصوديوم. الصوديوم 11، يعني هقول 2 8 1. جميل. لو احنا هنوزعه بالمين انرجي ليفلز زي اعدادي. طب 2 8 1 معنى كده ان ده هيلوس اخر الكترون عنده، فهيتحول لبوزيتيف ايون او اللي هو كاتاين يعني، ويبقى 2 8. طب لو بقى 2 8 يعني كده بقى كأنك بتوزع 10 إلكترونز. 10 إلكترونز يبقى بقى زيه زي النيون اللي هو أصلا إيه؟ اللي هو نوبل جاز. جميل. طيب مثلا عندك حاجة زي الكلوراين. الكلوراين 17، يعني 2 8 7. لو احنا هنوزعه بنفس توزيع إعدادي، فأكيد هيعمل جين لإلكترون عشان يتحول يكون 2 8 8، ويبقى نيجاتيف ايون. فبما ان هو عمل جين لإلكترون وبقى 2 8 8، فبقى توزيعه فيه 18 إلكترون، يبقى زيه زي الأرجون. فبالتالي وصل برضو لإيه؟ لأقرب نوبل جاز ليه هو. جميل. يبقى احنا كده عرفنا ان كل الاليمنتس بتحاول توصل لنفس التوزيع بتاع النوبل جاز. توصل له ازاي؟ عن طريق حاجه من ثلاثه، يا تعمل لوس يا تعمل جين يا تعمل تشينج الالكترون. طيب بعد كده هبدأ أكلمك على حاجة اسمها لويس دوت موديل. طب إيه لويس دوت موديل ده؟ بيتكلم على إيه؟ دلوقتي إحنا بدل ما نقعد نوزع كل إيليمنت نقعد نوزعه، سواء هنوزعه إلكترونز زي إعدادي أو أوربيتالز زي ثانوي زي الترم الأول، فقال لك طب هو مش أصلا المسؤول عن البروبرتيز بتاعة الإيليمنت ده هو بيكون آخر إنرجي ليفل؟ الإلكترونز الموجودة في آخر إنرجي ليفلز. حتى ساعتها إحنا لما جينا نتكلم في الترم الأول قلنا إن إحنا بنصنفهم بنفس الجروب تحت بعض، يبقى كلهم عندهم اخر انرجي ليفل فيهم نفس عدد الالكترونز. جميل. معنى كده البروبرتيز اللي مسؤول عنها بيكون ايه؟ هو اخر انرجي ليفل بس. قالك طب خلاص انا عندي اقتراح حلو قوي. احنا بدل ما نقعد نرسم او نقعد نوزع كل التوزيع ده، لا احنا هنوزع اخر انرجي ليفل بس، وهنوزعه على هيئه دوتس، على هيئه نقط. طيب ازاي يا عم؟ قال لك مثلا هات حاجه زي الصوديوم ده. مش الصوديوم ده احنا اتفقنا ان هو يبقى 2 8 1؟ جميل. يعني معنى كده ان الفالنس الكترونز بتاعته اللي هو الالكترون التكافؤ اللي موجوده في اخر انرجي ليفل هو واحد بس، صح كده؟ خلاص جميل. يبقى هنقدر نحط الصوديوم بالشكل ده ونحط جنبه نقطه كده زي كده، يبقى دي دوت كده. دي بتعبر عن ايه؟ عن الفالنس الكترونز بتاعته. طيب حاجة زي المغنيسيوم. المغنيسيوم 12، يعني 2 8 2. معنى كده ان الفالنس الكترون بتاعته هيكون هما 2. خلاص يبقى نعمل المغنيسيوم ام جي اهو، ونحط 2 الكترونز او 2 دوتس يمين وشمال. جميل. نفس الكلام في حالة الألمنيوم. في حالة الألمنيوم عندك هنا 2 8 3، أو لو هنوزعه زي ثانوي هنقول 3 اس 2 3 بي 1. طب أنا ليه ركزت في حتة ثانوي في دي؟ لأن عشان عايزك تفتكر لو هو تبع البي بلوك كنا بناخد الإلكترونز بتاعة البي والإس مع بعض. جميل. فعشان كده خدنا هنا الإلكترونز بتاعة الإس والإس بتاعة البي مع بعض. جميل. يبقى كده بالنسبة لنا 13 2 8 3. فمعنى كده إن الفالنس إلكترونز بتوعته هيكون 3. فحطينا الألمنيوم وحطينا جنبه إيه؟ 3 دوتس. جميل بالشكل ده. طيب بعد كده عندك السيليكون. السيليكون 14، يعني 2 8 4. طيب معنى كده الفالنس الكترون بتاعته بتكون 4. فحطينا السيليكون اهو وحطينا 4 دوتس حواليه. طيب من اول هنا بقى الفوسفورس هيبقى 15، يعني 2 8 5. يعني في عنده 5 فالنس الكترون، فحطينا الفوسفورس اهو وحطينا 5 اهو. جميل. مش لازم ترتيب معين، اهم حاجه تحط لي الخمسه زي ما هما وخلاص. يعني ممكن احط الالكترون زياده احطه هنا مثلا عادي جدا. طيب بعد كده عندك السلفر. السلفر 16، يعني 2 8 6. فبالتالي الفالنس الكترون بتاعته هيكونوا 6. خلاص يبقى نحط الاس اهو
ونحط هنا واحدة 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 واحدة، ويبقى فاضل اتنين، نحط واحدة هنا وواحدة هنا. فيبقى عندك الاتوم اهي وحواليها 6 الكترونز اللي هم الفالنس الكترون. الكلوراين اخره 7 فبالتالي حواليه 7. الارجون ده نوبل جاز فبالتالي اكيد اخره 8. فمعنى كده ان احنا نحط الارجون اهو ونحط حواليه 8 دوتات، بحيث ان هم يبقوا اكنهم ايه، اكنهم 8 الكترونز. جميل جميل. طيب بعد كده هبدأ اقول لك ان انت عندك في نوعين من الالكترونز، في حاجة او في نوعين من البيرز اوف الكترون. في حاجة اسمها لون بير، دي لو مش هتشارك في ان انت تكون بوند. وفي حاجة اسمها بوند بير، دي لو هتشارك انت تكون بوند. لا الدنيا مش واضحة قوي كده. طب تعالى كده نرسم مركب ونشوف هتمشي ازاي معانا. مثلا عندك CH4 هو المثال. لو جيت قلت لك ان الكربون الاتوميك نمبر بتاعه ايكوال 6 والهيدروجين ايكوال 1. جميل جميل. لو جينا وزعنا زي اعدادي، هقول لك ان الكربون اللي هو اصلا الاتوميك نمبر بتاعه ايكوال 6، هوزعه اقول 2 4. جميل. طب والهيدروجين، الهيدروجين واحد يعني هو مفيش غير كده كده غير الكترون واحد بس. طيب اروح راسم ايه، اروح راسم الكربون كده. مش انت يا مستر قلت لي هو 2 4، يعني الفالنس الكترونز بتوعه 4 صح؟ تمام. يبقى نحط حواليه اربع دوتس اللي هم 4 الكترونز، يعني هم بتوع الفالنس الكترون. طيب وعندك كام هيدروجين؟ عندك 4 هيدروجينات. كل هيدروجين اصلا فيها ايه، فيها ليها جنبها نقطة واحدة بس، لأن هي فيها إلكترون واحد بس. فيتحطوا بالشكل ده، وأبدأ أعمل بونز بينهم وبين بعضهم. جميل جميل. طيب لو جه هنا سألني في كام بوند بير وفي كام لون بير. بوند بير ده يعني هو عايز ايه من الاخر، عدد البوندز، لان كل بوند هي بالنسبه لك هي بير اوف الكترونز، فبالتالي هي بوند بير. ماشي، يعني مثلا البوند هي متكونه من 2 الكترونز، فال2 الكترونز دي اسمها بير. جميل. يبقى في هنا بوند بير اهو، وهنا بوند بير، وهنا بوند بير، وهنا بوند بير، يعني عندك 4 بوند بيرز. طيب هل في هنا لون بير؟ هل لقيت هنا في الكترونز مش مشاركه اصلا في ان انت تكون بوندز؟ لا مفيش. يبقى في الحاله دي في 0 لون بير. طيب تعال ناخد مركب تاني، نقول مثلا H2O. لو قلت لك ان الاكسجين ايكوال 8 والهيدروجين ايكوال 1. ماشي، فلو جينا وزعنا الاكسجين هنقول 2 6، والهيدروجين كده خلاص اتفقنا ان هو واحد بس. طيب لما جيت قلت الاكسجين قلت 2 6، معنى كده ان هو في 6 فالنس الكترون، يبقى اقدر احط الاكسجين كده واحط حواليه 6 دوتس. جميل، حط حواليه 6 نقط. جميل. وعندك 2 هيدروجين اتومز، خلاص احطهم بالشكل ده وابدا اعمل بونز. فهنا بقى في عندك ايه، في عندك هنا 2 بونز، يعني في عندك 2 بوند بير. طيب في عندك كام لون بير؟ اللون بير يعني الزوج كله على بعض ده اسمه بير. يبقى عندك هنا بير اهو، وهنا بير اهو. يبقى انت عندك هنا في 2 لون بيرز، وفي عندك هنا 2 بونز بير. طيب جميل قوي. طب لو هو طلب بقى الكترونز ما طلبهاش كبير، لو هو طلبها كالكترونز مش كبير، يبقى معنى كده ان انت هتقول لي ان هو عندك في 4 الكترونز موجودين كبوند. ماشي، في الكترون، في 4 الكترونز موجودين في اللي بتعملوا فورميشن للبونز، وفي 4 الكترونز موجودين على هيئه فري الكترونز. ماشي، اللي هي اللون بير يعني. تمام. يبقى لو طلب البير يبقى تاخد الاثنين اكنهم واحده، الاثنين ببير. لكن لو طلب الالكترونز خلاص يبقى تعد كل الكترون لوحده. يبقى تاني هنا كده عندك كان في 2 بوند بير وفي 2 لون بير. طب لو ما كانتش بير وطلب الكترونز، يبقى عندك هنا في 4 فري الكترونز وعندك 4 بونز الكترون. جميل. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشكله في الكلام ده خالص. طيب وكده كده اللويس دوت موديل برضو هيبقى طالع معانا في المره الجايه تاني، وهنوضحه بشكل اكتر ونرسم كومباوندز تاني بنفس فكره اللويس اصلا. جميل. طيب ده بالنسبه لحوار اللويس دوت موديل. بعد كده هبدأ أكلمك على التايب اوف بونز المولكيولز. في عندك أنواع للبونز لازم تبقى عارفها إيه هما. في عندك نوعين، في حاجة اسمها كيميكال بونز وحاجة اسمها فيزيكال بونز. يعني في حاجة اسمها روابط كيميائية وحاجة اسمها روابط فيزيائية. طب ازاي اعرف افرق بينهم؟ اعرف افرق بينهم بطريقه بسيطه جدا. لو احنا اعتبرنا مثلا عندك الميه كمثال. جميل. فلو انا هتكلم على مولكيول واحد، ماشي، فالبونز اللي جواه دي هتكون بالنسبه لك كيميكال بونز. يبقى لو انت لقيت بونز جوه نفس المولكيول دي اسمها كيميكال بونز. طب لقيت بوند بين المولكيولز وبعضها دي اسمها فيزيكال بوند. يبقى انت عندك كده لو انت هتتكلم على كيميكال بونز اعرف هتلاقيها جوه المولكيول نفسه. طيب هتتكلم على فيزيكال بونز هتلاقيها بين المولكيولز وبعضها. جميل. ففي الحاله دي احنا كان عندنا، لو انت فاكر في الانتجريتد ساينس كنت بقول لك ان بين المولكيولز وبعضها في عندك حاجه اسمها هيدروجين بوند، ودي اللي كانت بتعلي البويلنج بوينت بتاعت الووتر. ما علينا، مش دي نقطتنا دلوقتي. لكن لو جيت تتكلم على المولكيول نفسه هتلاقي ان انت عندك البوند اللي جوه دي اسمها كوفيلنت بوند، اللي هي بالنسبه لنا نوع من انواع الكيميكال بوندز. جميل. يبقى احنا كده عرفنا نفرق بين الكيميكال بونز والفيزيكال بونز. بعد كده اول حاجه هتكلم عليها هي الفيزيكال بونز، الكيميكال بونز. الكيميكال بونز عندك فيه 3 انواع منها، في ايونيك بوند وفي كوفالنت بوند وفي كوردينيشن بوند، اللي هو رابطه ايونيه ورابطه تساهميه ورابطه تناسقيه. كوردينيشن بوند دي اول مره تسمع عنها، فدي هتتعرف عليها واحنا ماشيين في منهجنا. اما الايونيك بوند والكوفالنت بوند فانت اوريدي عندك معلومات عنها من السنين اللي قبل كده. طيب
تعالى نتكلم اول حاجه على ايونيك بوند. اول حاجه عايز اقول لك عليها ان الايونيك بوند ده عباره عن الكتروستاتيك اتراكشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بالنسبه لك مش حاجه ماديه، انت مش حاجه هتشوفها، هو عباره عن تجاذب كهربي. طيب ده يحصل ازاي وبيحصل بين ايه وايه؟ هيحصل بين الكاتاين والاناين. خد بالك الكاتاين ده معناها ان هو جاي من بوزيتيف اين، او هو بوزيتيف اين اصلا. طب البوزيتيف اين ده يجي منين؟ يجي من خلال ميتال. طيب وعندك الناحية التانية اناين. اناين ده يعني جاي من ايه؟ ان هو نيجاتيف اين. طب نيجاتيف اين ده بيجي منين؟ النيجاتيف اين ده بيجي من نون ميتال. يبقى معنى كده ان الايونيك بوند دي هتحصل بين الميتال والنون ميتال، وده شرط من شروطها. طب ايه الشرط التاني؟ هي ليها شرطين. اول شرط تكون بين ميتال ونون ميتال. تاني شرط لازم يكون الديفرنس بين الالكترونيجاتيفيتي تكون اكتر من 1.7. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا خلينا ناخد مثال الصوديوم كلورايد موليكيول ده بالنسبه لك مثال. طب ايه اللي حصل؟ عندك الصوديوم كان عنده في الفالنس الكترون عنده الكترون واحد بس، اما الكلوراين كان عنده 7 فالنس الكترونز. ايه اللي يبدا يحصل؟ الصوديوم ده يعمل لوس للالكترون، مين يعمل له جين؟ يعمل له جين الكلوراين، فيتحول هنا يبقى صوديوم ايون، ماشي، اللي هو بقى كاتاين، ماشي، وده جاي من ميتال. والناحيه التانية بقى عندك اناين اللي هو الكلورايد. الكلورايد هنا بقى اناين لانه عمل جين للالكترون اللي عمل له اللي فقده الصوديوم. جميل. فكده اتحول بقى عندك في بوزيتيف اين ونيجاتيف اين اللي هو كاتاين واناين. وطالما في كاتاين واناين هتلاقي يبدا يحصل بينهم وبين بعضهم الكتروستاتيك اتراكشن، والاتراكشن ده بيكون قوي جدا لان البوند دي قويه جدا. جميل. فبالتالي خد بالك ان كده معناها ان الايونيك بوند دي قويه جدا، ماشي. فمش عشان هي اتراكشن تقول لي ضعيفه، لا بالعكس هي قويه جدا. جميل. يبقى فعلا حصل اتراكشن بين البوزيتيف والنيجاتيف، وده طبيعي عادي مفيش مشكله، لان كده كده تشارج مختلفين فيحصل اتراكشن بينهم وبين بعضهم عادي. جميل. ده المقصود بكلمه الايونيك بوند. يبقى احنا كده زي ما اتفقنا، احنا الايونيك بوند بالنسبه لنا ليها شرطين لازم يكونوا متوفرين. اول شرط يكون بين كاتاين واناين، او اللي هو نيجاتيف اين وبوزيتيف اين، او بين ميتال ونون ميتال. تاني شرط وده مهم جدا ان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بين التو اليمنتس يكون اكتر من 1.7. جميل. يبقى لازم يكون اكتر من 1.7. طيب عندك امثله يقول لك مثلا ايه؟ الديفرنس بين ليثيوم وكلوراين equal to، والديفرنس بين بوتاسيوم وكلوراين equal 2.2. طب يا مستر انت عايز تقول لي ايه هنا؟ انا عايز اقول لك ان كل ما الديفرنس بين الالكترونيجاتيفيتي بين التو اتومز كان كبير، معناها ان ده مور ايونيك. جميل. يعني معنى كده ان الكي سي ال مور ايونيك ذان ال اي سي ال. جميل. ده المقصود في الحته دي. يبقى معنى كده ان الكي سي ال هيبقى مور ايونيك ذان الليثيوم كلورايد اللي هو ال اي سي ال. تمام. طيب بعد كده هبدا اكلمك على البروبرتيز بتاعت الايونيك كومباوند، وركز بقى في الحته دي. اول حاجه عندك هقول لك ان هم سوليد ماتيريالز، هم كلهم بيكونوا صلبين. جميل. طيب خد بالك من حاجه، معظمهم يعمل لهم soluble in polar compounds. زي ايه polar compounds؟ زي الووتر. طب يعني ايه برضه polar compounds؟ يعني من الاخر هتلاقي فيها اقطاب. بمعنى ايه؟ هتلاقي فيها عندك في جزء فيها بوزيتيف وجزء فيها نيجاتيف. فمثلا الووتر هي H2O دي لما كنا بنيجي نفصلها كنا بنقول H بوزيتيف وهو H نيجاتيف، فبالتالي في جزء فيها بوزيتيف وفي جزء فيها نيجاتيف، فعشان كده اسمها بولار كومباوندز. دي هنعرفها اكتر واحنا ماشيين برضو في منهجنا. طيب لكن هم هيعملوا ايه كمان؟ لكن هم هيبقى insoluble في الاورجانيك سولفنتس. زي ايه الاورجانيك سولفنت؟ زي البنزين. ماشي. يبقى انت عندك كده البنزين ده اورجانيك سولفنت، وعندك البولار سولفنت اللي هو الووتر. ودي اول حاجه. يبقى اول حاجه عرفناها ان هي كلها بتبقى سوليد ماتيريالز، معظمها بيدوب في البولار كومباوندز زي الووتر، ومعظمها او هم كلهم مش بيدوبوا في الانسولبل، مش بيدوبوا في الاورجانيك سولفنت زي البنزين. جميل. دي كده اول نقطه معانا. طيب تاني نقطه معانا هقول لك ان هم كوندكت الكتريستي، بس امتى؟ لو هم مولتن او سوليوشن. ماشي. طيب يبقى معنى كده ان هم لو مولتن او سوليوشن هيعملوا كوندكت الكتريستي، هيدولوا تيار كهربي. لكن لو هم سوليد مش هيكونوا تيار كهربي. طب ايه الفرق اصلا؟ الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان انت لو هتتكلم عن سوليد بيكونوا موجودين في اللاتس زي كريستال لاتس، بتكون بالنسبه لك كده اللي هي شبكه بلوريه بيكون ماسكين فيهم يعني بيبقوا ماسكين في بعض. جميل. طيب هو شرط اصلا عشان يحصل كوندكت الكتريستي حاجه من اتنين، يا اما يتحرك الكترونز يا اما يتحرك ايونز. يبقى انت محتاج يا اما ايونز يا اما الكترونز. جميل. طيب اما في حاله لو هي كانت مولتن او سوليوشن، وايه الفرق اصلا بين المولتن والسوليوشن؟ فالفرق ان انت عندك في حاله المولتن ده انت خدت ملح مثلا وسيحته، فانت حولته لليكويد. جميل. هل انت حطيت معاه ميه؟ لا. انت حطيت معاه اي حاجه؟ لا. انت بس سيحته، فده كده بقى مولتن. اما لو انت حطيته جوه ميه فكده بقى سوليوشن، عمل اكوا سوليوشن.
جميل. يبقى معنى كده ان احنا يا اما يكون مولتن يا اما يكون سوليوشن. طب ايه الفكره؟ قال لك الفكره ان هو في حاله كان مولتن او كان سوليوشن، في الحالتين هو هيتحول لايونز، وطالما اتحول لايونز معنى كده انه خلاص يقدر يوصل الكتريست. يبقى الالكتريست عشان تتوصل محتاجه يا اما الكترونز يا اما ايونز، وطول ما هو في اللاتس بتاعته مش هيكون عنده في حركه للايونز بتاعته. لكن مجرد ما تحول لمولتن او سوليوشن بدا ان هو يتحرك، الايونز بتاعته بدات تتحرك، فبالتالي بدا يعمل كوندكت للالكتريستي. وده اللي كان مقصود بتاني نقطه معانا في البروبرتيز بتاعت الايونيك كومباوند. طيب تالت نقطة معانا ان هو عنده هاي ميلتنج بوينت وبويلنج بوينت. طيب ليه؟ الفكرة كلها ان الفورس بين الكاتاين والانايون بيكون قوي جدا، فانت عشان تعرف تكسر البوند دي اللي هي الايونيك بوند دي، عشان تعرف تكسرها محتاج انرجي عالية جدا، فبالتالي هتلاقي ان هي ليها ميلتنج بوينت عالية وبويلنج بوينت عالية. واللي مش عارف الفرق بين الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت، فانا اقدر اقول لك ببساطه جدا، الميلتنج بوينت ده ان انت تحوله من سوليد لليكويد، اما البويلنج بوينت ده زي مثلا الووتر ان انت تحولها من ليكويد لجازيس. فده الفرق بين الميلتنج وبين البويلنج. يبقى الفرق بين الميلتنج والبويلنج ان الميلتنج بالنسبه لك تحوله من سوليد لليكويد، اما البويلنج تحوله من ليكويد لجازيس. جميل. طيب ورابع حاجه معانا ان هقول لك ان الرياكشنز بتاعتها اوكر رابيدلي، بتحصل سريعه جدا تكاد تكون لحظيه. جميل. يبقى احنا عندنا كده فور بروبرتيز لازم ناخد بالنا منهم. اول حاجه هم سوليد ماتيريالز، بيدوبوا في البولار كومباوندز، ما بيدوبوش في الاورجانيك سولفنت. ماشي. بيعملوا كوندكت الالكتريستي لو كانوا مولتن او كان سوليوشن، لكن لو كانوا سوليد ما يعملوش كوندكت الالكتريستي. تالت حاجه ليهم هاي ميلتنج بوينت وبويلنج بوينت. رابع حاجه الرياكشنز بتاعتهم بتبقى اوكر رابيدلي، بتحصل بسرعه جدا. طيب في ملحوظه لازم تبقى عارفها، ايه هي؟ لو انت عايز البروبرتيز دي تكون عاليه قوي، يعني عايز تبقى حاجه كده يبقى مركب كده ايونيك جامد قوي، شوف حاجه يكون الميتال بتاعها يكون الاتوميك ريديوس بتاعه صغير. جميل. ولو انت عايز البروبرتيز دي تكون ضعيفه، شوف حاجه الريديوس بتاعها يكون كبير. يبقى معنى كده ان انت تقدر تقول ان العلاقه انفرس بين البروبرتيز بتاعت الايونيك كومباوند والاتوميك ريديوس. جميل. واللي مش فاكر، في الاتوميك ريديوس ده في البيريود كان بيحصل له ديكريز، وفي الجروب كان بيحصل له انكريز. بعد كده تاني نوع ابدا اتكلم عليه وهو الكوفالنت بوند. الكوفالنت بوند دي بتحصل امتى؟ قال لك بتحصل بين تو ايدنتيكال اور ديفرنت اتومز، يعني ممكن تحصل بين نفس الاتوم وبعضها او ديفرنت اتومز. جميل. ايه الشرط بتاعها؟ ان الديفرنس بين الاتومز دي بتوع الالكترونيجاتيفيتي يكون اقل من 1.7. جميل جميل. طيب بتحصل ازاي؟ بتحصل عن طريق ان احنا نعمل شيرنج للالكترون. طيب حلو قوي الكلام ده. طب انا عندي كام نوع منها؟ انا عندي 3 انواع منها. في حاجه اسمها بيور كوفالنت بوند، في حاجه اسمها نون بولر كوفالنت بوند، وحاجه اسمها بولر كوفالنت بوند. خلصناهم، يبقى احنا خلصنا درسنا النهارده ان شاء الله. طيب اول حاجه خلينا نتكلم على البيور كوفالنت بوند. يعني امتى اقول ان احنا عندنا بيور كوفالنت بوند؟ قال لك شرطها الوحيد الالكترونيجاتيف ديفرنس تبقى ايكوال زيرو. يعني ازاي يا مستر يبقى ايكوال زيرو؟ ايه المنطق ده اصلا؟ يعني ايه ايكوال زيرو؟ معنى كده ان هي تحصل بين ايه؟ بين تو ايدنتيكال اتومز. زي ايه؟ زي ال H2 او ال O2 او ال N2. ماشي. ليه؟ ما لما اقولك H2 معنى كده ان البوند دي بين H و H، ف H و H لو افترضت مثلا ال H ده الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها ايكوال 2.2 مثلا، فانا قلت لك دي H و H، فبالتالي الديفرنس بين 2.2 ايكوال 0. فبالتالي يبقى فعلا كده الديفرنس بين التو اتومز في الالكترونيجاتيفيتي تبقى ايكوال 0. يبقى معنى كده ان احنا فهمنا ان البيور كوفالنت بوند دي مش هتحصل غير لما يكون الاتنين ايدنتيكال اتومز، زي H2 زي O2 زي N2. جميل. وممكن تتكلم على الهالوجنز لان برضو فيها نفس الفكره، زي ال F2 او Cl2 او Br2 او I2. جميل جميل. تاني نوع معانا واللي هو النون بولار كوفالنت بوند. في النون بولار كوفالنت بوند هقول لك ان الديفرنس بين الكترونيجاتيفيتي هتكون اكتر من زيرو، بس مش هتكون اكتر من 0.4. يعني اقدر اقول لك ان هي من بعد الزيرو لحد ال 0.4. جميل. يبقى لو هي اعلى من زيرو والواصله لحد 0.4 هي كده نون بولار كوفالنت بوند. طيب زي ايه؟ زي مثلا لو جيت قلت لك عندك سيليكون وفوسفورس. السيليكون قلت لك ان الالكترونيجاتيفيتي 1.8 والفوسفورس قلت لك 2.1، فالديفرنس بين الاثنين دول في الالكترونيجاتيفيتي يبقى ايكوال 0.3. ف 0.3 دي هتبقى فعلا اكبر من الزيرو واقل من ال 0.4. وحتى لو وصلت لل 0.4 فعادي مفيش مشكله، هي لحد ال 0.4 تمام. طيب الناحيه التانية عندك مثلا بين الكربون والهيدروجين، في بوند بين الكربون والهيدروجين. لو انا قلت لك ان الكربون 2.55 وقلت لك ان الهيدروجين 2.2، فالديفرنس بين التو اتومز دي هيبقى ايكوال 0.35.
طيب 0.35 فهي بالتالي هي اقل من 0.4، وحتى لو وصل 0.4 فتمام مفيش مشكله. طيب فمعنى كده ان السي والاتش دي برضو بوند نون بولر. طيب في حاجه في الحته دي ايه هي؟ انت لو لقيت سي اتش اعرف ان ده كربوهيدرات، ماشي، لان ده كده كربوهيدرات. طبعا هو كربوهيدرات يبقى انا اقدر كده اصنف ان الكربوهيدرات كلهم عباره عن نون بولر كوفالنت بوند، يبقى كل البوندز الموجوده في الكربوهيدرات كلها نون بولر كوفالنت بوند، ودي هنتعرض لها ان شاء الله في الهيدروكربونز اللي هنتعرض عليه، اللي هنتعرض لهم ان شاء الله في ثالثه ثانوي. يبقى الهيدروكربونز كلهم عباره عن سي واتش، فيهم بوند بين السي والاتش، والسي والاتش دي قلنا ان هي نون بولر كوفالنت بوند، يبقى معنى كده الهيدروكربونز كلهم يعتبروا نون بولر نون بولر كومباوندز. جميل. طيب بعد كده كلامك على تالت نوع معانا واللي هو البولر كوفالنت بوند. طب البولر كوفالنت بوند ده ايه الفرق بينه؟ اقول لك البولر كوفالنت بوند ده اهم حاجه عندك يكون اكتر الديفرنس بين الكترونيجاتيفيتي يكون اكتر من 0.4 واقل من 1.7. ماشي، يبقى اكتر من 0.4 واقل من 1.7. جميل. طيب قال لك مثال على كده ايه؟ مثال على كده HCl. طب ال HCl ايه الفكره اللي فيه؟ قال لك بص ال HCl ده الكلوراين اصلا الالكترونيجاتيفيتي بتاعته ايكوال 3، والهيدروجين الالكترونيجاتيفيتي بتاعته ايكوال 2.1. فلو جيت عملت الديفرنس بين التو اتومز هتلاقيها هتبقى 0.9. ف 0.9 دي هي فعلا اعلى من 0.4 واقل من 1.7، فبالتالي هي فعلا بولر. طب ايه الفرق بين البولر والنون بولر؟ الفرق ان البولر دي هيبقى فيها تشارج بس بارشال تشارج. يعني ايه بارشال تشارج؟ يعني شحنة جزئية. لا مش فاهم. يعني انت عندك مثلا لو جيت اتكلمت على البوند اللي بين الكلوراين والهيدروجين، فالكلوراين ده مفتري، الكلوراين ده عندك الالكترونيجاتيفيتي بتاعته عالية، فبما ان الالكترونيجاتيفيتي بتاعته عالية فهتلاقيه ماسك الالكترون، البوند بتاعت الالكترون الموجودة عنده دي، خد الالكترون الموجود من ناحية الهيدروجين قربه منه. هل هو عمل له جين؟ لا، هو قربه منه بس. طب هو لو كان عمل له جين كنا نقول ان هو كده بقى نيجاتيف تشارج، بقى كده بقى نيجاتيف ايون، لكن هو ما عملوش جين بس هو قربه منه، صح؟ بما انه قربه منه فبقى موجود في مجاله، فاقدر اقول عليه ان هو ان الكلورين كده بقت بارشال نيجاتيف، بيستعبط كأنه اكتسبه. طب هل هو اكتسبه؟ لا، بس هو قربه منه. جميل. طيب الناحية التانية الهيدروجين، هو الالكترون بتاعه بعد عنه، هل هو فقده وعمله لوست؟ لا، هو ما فقدوش بس هو بعد عنه، فبما ان هو بعد عنه فاقدر اقول ان هو كده بقى ايه بارشال بوزيتيف برضه، اللي هو بيستعبط كأنه فقده لكن هو ما فقدوش. جميل. يبقى معنى كده ان احنا فهمنا ان الفكره كلها ان في البولار كوفالنت بوند بيكون في عندك بارشال بوزيتيف وبارشال نيجاتيف، الاعلى في الالكترون نيجاتيفيتي هياخد بارشال نيجاتيف، والاقل في الالكترون نيجاتيفيتي هياخد بارشال بوزيتيف. دي الفكره بتاعتها. طيب مين امثله على البولار كوفالنت بوندز؟ قال لك كذا حاجه. اول حاجه مثلا عندك ال NH3 اللي هو الامونيا. طيب وعندك ال H2O اللي هو الووتر، وال HX اللي هو الهالايد. الاكس ده هنا المقصود بيه اي حاجه من الهالوجينز، سواء كان مثلا فلوراين او كلوراين او برومين او يوداين. جميل. يبقى معنى كان البوند بين ال N وال H دي كده هتبقى بولر، والبوند بين ال O وال H دي برضو بولر، والبوند بين ال H واي هالوجين دي برضو كده بولر. طيب قول لي يا عم ايه كمان؟ والالومنيوم كلورايد AlCl3 اهو ده بقى تقف عنده وتستغرب، ازاي يا مستر ده الالومنيوم ده احنا عارفين ان ده ميتال، والكلوراين ده عارفين ان هو نون ميتال، ازاي هتبقى بوند بين الميتال والنون ميتال وتكون كوفالنت بوند؟ هقول لك ارجع كده لما جيت اتكلمتك على الايونيك بوند قلت لك ليها شرطين تتم بين ميتال ونون ميتال، ويكون الديفرنس بين التو اتومز دي في الالكترونيجاتيفيتي يكون اكتر من 1.7. لكن في حالة الألمنيوم كلورايد فالديفرنس بين التو اتومز مش هتوصل ل 1.7، فبالتالي هي هتصنف كبولر كوفالنت بوند، مش هتصنف كايونيك بوند. طيب وبعد كده عندك حاجة تانية التيتانيوم تيترا كلورايد. برضو التيتانيوم تيترا كلورايد على فكرة هو تيتانيوم برضو، احنا لسه هناخده في تالتة ثانوي ان شاء الله. بس التيتانيوم عموما يعني هو برضو ايه، هو ميتال برضو، فدي برضو بين ميتال ونون ميتال، بس الفرق ان التيتانيوم ده ترانزيشن ميتال، عشان كده انت ما تعرفوش يعني انت لسه ما تعرفتش ليه. تمام. برضو الفرق في الالكترونيجاتيفيتي هيكون اقل من 1.7، فبالتالي عشان كده هي بولار كوفالنت بوند. طيب في حاجة عندك اسمها نون-بولار كومباوندز، ودي انت مش هتفهمها قوي النهارده، هتفهمها قوي في الحصه اللي جايه، بس هي ده نازله لك في الجزء ده في كتاب المدرسه، فعشان كده نقولها بس، لكن احنا هنوضحها اكتر الحصه اللي جايه. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك حاجه زي الكربون دايوكسيد ده، رغم ان الاتوم رغم ان البوند بين الكربون والاكسجين بتبقى اصلا بولر، بتبقى بولر كوفالنت بوند، لكن المركب نفسه على بعضه نون بولر.
طب ايه الفكرة؟ قال لك الفكرة كلها بسبب السبيتشال ستراكشر اللي هو الشكل الفراغي بتاعها. فمثلا هتلاقي هنا عندك في بوند وفي ناحية تانية بوند عكسها، فالاتنين دول هيعملوا كانسليشن لبعض، هيعملوا كانسليشن من ناحية البولار افكت، فبالتالي دي هتكنسل دي، فهتلاقي النت بولاريتي ايكوال زيرو، فبالتالي بقى الكومباوند كله على بعضه نون بولر. نفس الكلام بيحصل في البورون ترايفلورايد اللي هو البي بي اف 3. ماشي. وزي ما اتفقنا الكلام ده هنتعرض له اكتر المره اللي جايه ولا بعدها، هنفهمه اكتر في الاسئله الجايه ان شاء الله. تمام. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها قبل ما نبدا نحل شويه هي البروبرتيز اوف كوفالنت كومباوند. لو احنا هنتكلم على الكوفالنت كومباوند ليهم برضو شويه بروبرتيز لازم تبقى عارفينها. ايه هي؟ اول حاجه خالص هقول لك most of them dissolve in organic solvent، دي كده عكس التانية. هقول لك ان معظمهم بيدوبوا في الاورجانيك سولفنت، زي مين؟ زي البنزين وزي الكربون تتراكلورايد. ماشي، اللي هو CCl4. يبقى عندك البنزين والكربون تتراكلورايد دي كده بالنسبه لك اورجانيك سولفنت. جميل. واقول لك ان معظمهم مش بيدوب في البولار سولفنت زي الووتر، معظمهم بالك most of them، معظمهم، ما قلتش كلهم، لان انت عندك حاجه زي ال HCl رغم ان هي كوفالنت بوند لكن بتدوب في الميه. جميل. طيب تاني نقطة معانا هقول لك ممكن تكون سوليد، ممكن تكون ليكويد، ممكن تكون جازيس. لكن في حالة الايونيك كنا بنقول كلهم سوليد، هنا قلت لك ممكن يكون سوليد، ممكن يكون ليكويد، ممكن يكون جازيس. جميل. بيقول لك انها مش تعمل كوندكت للالكتريستي اللي هو الكتريك كارنت، بس عشان هي مش موجودة في ايونيزايزد فورم. بس خد بالك من حاجة، ان في جزء منهم ممكن يعمل اكواس سوليوشن، ولو عمل اكواس سوليوشن هيعمل كوندكت للالكتريستي يعني يتحول لايونز. زي مين؟ زي الاتش سي ال. بس خد بالك انا هنا كتبت لك ايه؟ كتبت لك اتش سي ال اكواس، لكن لو كتب لك اتش سي ال وبين قوسين هنا جازيوس اعرف ان ده مش هيعمل كوندكت للالكتريستي. يبقى تاني لو هو على شكل ايونز يعني هتلاقيه مثلا هنا بيقول لك اتش سي ال اكواس، ده يعمل كوندكت للالكتريستي. لكن لو قال لك اتش سي ال وبين قوسين هنا جازيوس اعرف ان ده مش هيعمل كوندكت للالكتريستي. ماشي. يبقى بشكل عام لو لقيت فيه اي كومباوند جنبه اس، كومباوند مش ميتال، كومباوند على بعضه، جنبه اس او جنبه جي، اعرف ان ده عمره ما يعمل كوندكت للالكتريستي. يعمل امتى؟ لو هو اكواس او لو كان ليكويد اللي هو كمولتن. جميل جميل. طيب تالت نقطة معانا بقول لك ان البويلنج بوينت والميلتنج بوينت بتاعتهم تعتبر قليلة. ماشي. فمعنى كده ان الفورس بتوين المولكيولز اللي هي البوند نفسها يعني ضعيفة شوية. ماشي. فضعيفة شوية مقارنة بالايونيك كومباوند. يبقى احنا كده فهمنا ان الايونيك بوند تبقى اقوى من الكوفالنت بوند. واخر نقطه هتكلم عليها ان الكيميكال رياكشنز بتاعه الكوفالنت بوند بتكون ريليتيفلي سلو، تقريبا بتبقى يعني ايه نقول هي بطيئه نسبيا. لكن خد بالك افتكر لما جينا نتكلم عن ايونيك قلت لك ان هي بتبقى تقريبا اوكر رابيدلي، بتبقى بتحصل تقريبا لحظيه. جميل. وكده احنا خلصنا الدرس نفسه، وتعالى نحل شويه عليه ونشوف هنقول ايه. طيب عندنا دلوقتي في أسئلة نقعد نحلها كده ونشوف الدنيا فيها ايه. أول حاجة بيقولك ايه What is the number of unpaired electron in the Lewis dot model of the ion in power negative 3؟ طيب هنا احنا فهمنا ان احنا عندنا نيتروجين ايون. جميل. طيب هو النيتروجين اصلا عندنا في العادي يكون هو ان هو 7، فلو جينا وزعنا نقول 2 5، يعني معنى كده ان هو فيه 5 فالنس الكترون. طب هو نيجاتيف 3 معنى كده ان هو عمل جين ل 3 الكترون. طيب يبقى احنا كان عندنا اصلا 5 الكترونز فالنس الكترون وحطيت عليهم 3، كده بقى في 8 فالنس الكترون. فبقى بالشكل اللي قدامك ده. هو بقى سأل على ايه؟ قال النمبر اوف امبيرد الكترونز. هو في هنا امبيرد الكترونز؟ لا، كلهم بير الكترونز، فبالتالي يبقى معنى كده النمبر اوف امبيرد الكترون ايكوال 0. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه What is the number of unpaired electron in the Lewis dot model of element whose electronic distribution end with 3p4؟ طيب خد بالك من حاجة، لما يقول لك ان هو منتهي ب 3p4 فما تنساش ان في قبلها 3s2، ده احنا عارفينه من الترم الاول. طالما هو حاجة تبع البي بلوك فاكيد في قبلها اس، يبقى معنى كده انت عندك 3s2 3p4، يعني الفالنس الكترون بتوعك 6. يعني لو عايزين نرسم الشكل هنقول اكس وحواليه 6 دوت زي كده. طب هو سأل ايه؟ قال في كام امبير الكترون؟ فالامبير الكترونز اهو واضحين قدامنا، هو ده وده، فبالتالي انت عندك 2 امبير الكترونز. جميل. يبقى انت عندك هنا في 2 امبير الكترونز. يبقى ده لازم تاخد بالك من حاجه، ان لو انت منتهب بالبي لازم تفتكر ان في قبلها في 2 الكترونز موجوده في الاس. تمام. يبقى عندك كده 3s2 3p4. طيب بعد كده بيقول لك ايه how many valence electrons don't precipitate in bond formation in the arsen molecule ASH3؟
ومديك ان الارزنك ب33 والهيدروجين بوند. اول حاجه نعمل ايه؟ نبدا نوزع. الارزنك هيبقى 33، فهتقول ارجون 18، وبعد كده 4s2 3d10 4b3. تمام. طيب خد بالك من حاجه، انا عشان اعرف الفالنس الكترون لازم اشوف اعلى ان، فاعلى ان هنا هي رقم 4، فخد بالك ان في عندك 4s وعندك 4b، فبالتالي انت عشان تجيب الفالنس الكترون محتاج تجمعهم على بعض، فهتقول كده 4s2 و 4b3، يعني الكترونين هنا وثلاث الكترونات هنا، يعني الفالنس الكترون بتوعك خمسة فالنس الكترون. اوكي، فتقدر تحط الارزنك بالشكل ده وحواليه 5 دوتس، وعندك 3 اتشات تحطهم بالشكل ده. تمام. وادي كل واحدة معاها الالكترون بتاعك، ويبدأ يعمل ايه؟ بوند. فهتلاقي عندك هنا في 3 بوندز. هو ما سألش على البوندز، هو سأل ايه؟ قال لك اللي مش هتشارك، يعني هو عايز اللون بير من الاخر. ماشي، فانت عندك 1 لون بير. ماشي، بس هو هنا طلبها كالكترونز مش كبير، فبالتالي انت عندك هنا 2 الكترونز، يبقى انت عندك هنا في 2 فري الكترونز، هم دول اللي ما شاركوش، فبالتالي يبقى هو الاجابه هنا هي 2. طيب هنا بيقول لك ايه؟ what's the number of bonding electrons between the two carbon atom in، ومدينا مولكيول شكله غريب كده، Cl2 C دبل بوند C Cl2. احنا لو رسمناه خلاص الموضوع خلص. طب تعالى نرسمه. لو رسمه هيبقى بالشكل ده، C دبل بوند C، وهنا قال لك في Cl2 هنا و Cl2 هنا، خلاص يبقى نحط Cl هنا و Cl هنا، والناحيه التانيه Cl هنا و Cl هنا. تمام. خد بالك من حاجه، هو طلب ايه؟ طلب بوندنج الكترونز بتوين تو كربون اتوم، يعني عايز اللي هنا في كام الكترون في الحته دي، فدي 1 2 3 4، يعني انت عندك 4 الكترونز بين ايه؟ بين التو كربون اتومز، لان هو طلب الالكترون ما طلبش البوند بير. البوند بير كنا هنقول له 2، لكن طلب الكترونز، فانت خد بالك ان كل بوند بتتعمل ب 2 الكترونز، فانت عندك هنا 2 بوندز، يبقى بالتالي في 4 الكترونز، يبقى هنا number of bonding electron between the two carbon atoms equal 4. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ all of the following compound involve bonding electrons electron pair except، يعني بيقول لك كلهم فيهم بوند بير ما عدا واحد. خد بالك من حاجه، طبعا بيقول لك ان كلهم فيهم بوند بير ما عدا واحد، اعرف ان الواحد اللي انت بتدور عليه ده هيكون ايونيك. طب ال HCl ده احنا شرحنا على اساسه اصلا البولار كوفالنت بوند، فاكيد مش هو ده. وال NaCl ال NaCl ده شرحنا على اساسا ايونيك بوند، فبالتالي هو ال NaCl. حتى لو جينا كملنا في ال HF بالنسبة لك هيكون برضه بولر، وال NaCl هيكون بولر، وكلهم فيهم بوند جيب الكترونز طبيعي لان في بوند اوريدي بتحصل. طيب اللي بعد كده what's the number of electrons shared in forming covalent bond in the methane molecule، في كام الكترون حصل عمل شير في الكوفالنت بوند؟ فخد بالك ان انت عندك هنا CH4 صح كده، يعني انت عندك كربونة واربع اتشات، يعني في 4 بوندز، 4 بوندز عملوا شير، معنى كده ان انت كان عندك 8 الكترونز، لان زي ما اتفقنا كل بوند بتتعمل ب 2 الكترون، فلما يقول لك هنا 4 بوندز يبقى معنى كده ان هما كانوا 8 الكترونز. بعد كده بيقول لك ايه؟ which bond is the most polar in the compound halocene، ومدينا هالوسان اهو بالشكل ده، ويقول مين البوند اللي هيكون اكتر في البولاريتي. طب انا اعرفها منين؟ الهالوجنز اهم، اللي كل دول هالوجنز اهو، عندك بي ار واف واتش وسي ال. الاتش طبعا مش هالوجن، بس كان بي ار والاف والسي ال. طيب اعرف منين مين هيبقى اكتر في البولاريتي؟ هو مش البولاريتي ده معتمد على الديفرنس بين الالكترونيجاتيفيتي؟ يبقى انا عايز اكبر واكبر فرق في الالكترونيجاتيفيتي. طيب ادور على ايه؟ افتكر دول كده نفس الجروب. جميل جميل. طيب لو حد فاكر في الالكترونيجاتيفيتي في الجروب كان بيحصل ديكريز، فبالتالي اعلى واحده في الالكترونيجاتيفيتي كلهم هيبقى الاف، فبالتالي البوند بين السي والاف هي اللي هتبقى most polar most polar بوند. جميل. طيب الاخر سؤال معانا النهارده بيقول ايه؟ based of the following atomic numbers، السيليكون 14 والفوسفورس 15 والسلفر 16 والكلورين 17 which compound is the most polar، وهنا حطهم كلهم مع الاتش. يبقى انا الفكره كلها اعرف مين فيهم اعلى في الالكترونيجاتيفيتي. لو جيت شفت الاتوميك نمبرز بتوعهم هتلاقيهم كلهم ورا بعض في نفس البيريود. طيب لو احنا فاكرين ففي البيريود كان الالكترونيجاتيفيتي بتزيد، فبالتالي اعلى واحد في دول في الالكترونيجاتيفيتي هو الكلوراين، يبقى معنى كده ان اكتر واحد فيهم بولر هيبقى ال H وال Cl،
فادي ال H وال Cl فعلا ده يبقى اكتر حاجة فيهم بولر. يبقى احنا عرفناها منين؟ من خلال ترتيبهم في الاتوميك نمبر. من خلال ترتيبهم في الاتوميك نمبر عرفت ان اعلاهم في الالكترونيجاتيفيتي هو الكلوراين. يبقى معنى كده ان الفرق في الالكترونيجاتيفيتي هيكون عالي قوي بين ال H وبين ال Cl، فبالتالي هي دي اكتر واحدة بولر فيهم كلهم. وكده احنا خلصنا درسنا النهاردة، وده اول درس في منهجك. خلصنا الدرس وحلنا عليه، وان شاء الله يكون الدنيا تمام. ولو في اي حد عنده اي استفسار يقدر يبعت لنا، واشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس التاني.